دائما بنسمع خصوصا بالسوشيال ميديا الشخصية النرجسية، الشخصية السلطوية. انتي اذا كنتي مو متزوجة لازم تشوفي مثلا هالفيديو على انواع الرجال وكيف ممكن انك تخطيهم. او دائما بنسمع هالكلام انه على الطرف الثاني شو العلامات يعني red flags او العلامات اللي بيبينوا على الشخص انك لازم ما تعملي معه علاقة او شي. أنا مؤخرا شفت فيديو بالسوشيال ميديا على شخص بيحكي إنه خصوصا عن الشخصية النرجسية، لأنه الشخصية النرجسية هي خلينا نحكي تشكل أغلب الناس نرجسيين. أنا خليني أحكي بجنس الذكر، يعني كرجل خلينا نحكي ذكر بيكون نرجسي أو رجل نرجسي. فبيقولوا إذا كان شخص نرجسي لازم تبعدين عنه. بس الفيديو اللي شفته أو الريل اللي شفته على السوشيال ميديا حكى إنه المرأة هي اللي بتخلي الرجل اللي معاه يكون معاها نرجسي، أو هي اللي بتكون عم تختار يعني شريك الحياة النرجسي. ليش؟ لأنه هي بتكون أغلبية أنا بشوفها هيك، أغلبية بيكون يا إنه الزوجة أو الحبيبة أو الخطيبة أو البنت هالمرأة اللي بتشوف حالها إنه هذا الرجل نرجسي، عارفي إنه أنت اللي خليتيه يكون معك نرجسي. لو بعض الأحيان نحن هيك بنشوف الشخصية النرجسية كيف تتصرف معانا نحن ومع الناس الثانية. بتلاقي مع الناس الثانية كتير محترم وكلام كتير حلو بيبين الشيء الحلو الإيجابي. بعرف إنه نحن هيك، يعني نحن يعني بشخصياتنا ما مش نفاق، بس أكيد بتحاول إنه إذا كنت زعلان أو شي ما تبين للناس مشان ما يكتئبوا، مشان مثلا ما يحزنوا معك، أو إذا كنت أنت مر بصعوبات أو شي، أو أنت فيك شي هيك مشكلة وما بتحاول تبين، أو أنت بتحاول إنك تبين إنك سعيد وهيك فرحان. بس أنا بحكي هالنقطة هي إنه إنك تتعامل مع زوجتك ومع الناس غير، يعني بيكون تعامل كتير 100% بيكون كتير مختلف. بدي أحكي إنه هذا الريل حكى إنه نحنا كامرأة هي اللي بتخلي إنه الشخص الثاني أو الطرف الثاني يكون نرجسي، وكمان الرجل. يعني نحكي كمان على الرجل بيشوف إنه المرأة هو اللي بيخليها نرجسي. ليش؟ يا المرأة أو الرجل بيكونوا شخصياتهم ضعيفة، ما بيكونوش مستقلين ماديا عندهم جروح في الطفولة وكتير شغلات. لأنه مثلا خلينا هيك أحكي على سيناريو، إنه مثلا خليني أحكي سارة وعمر. سارة شخصية كتير منطوية حالها، عندها جروح، يعني جروح منذ طفولتها، يعني عندها جروح ماضي وهيك. شخصية كتير منعدم فيها الثقة وما بتثق في حالها كتير، وخلينا نحكي مو مستقلة ماديا أو نحكي مستقلة ماديا، يعني خلينا هيك مشان أنه ما نركز هالنقطة هي. وعمر يعني عمر بيمتاز انه انسان هيك، يعني شخص ناجح و شخصية واثق من حاله، وخلينا نحكي فيه شوي انه يعني مستقل إلى غير ذلك. فمثلا إنه بتلاقي عمر بيعامل سارة بطريقة إنه هي ما بتعرف ولا شيء، أو سارة مثلا إنه هو مثلا ما بيحترم أو شيء وهي ما بتحكي ولا شيء. مثلا قلل من احترامه إلها، ما احترمها في شغلات أو في مواقف، أو بيحكي لها شغلات إنه ما لازم ينحكى، يعني يكون في احترام. كمان بيخونها لأنه هي أصلا ما بتعرف قيمة حالها، وما بتعرف إنه شو هي أصلا تستفيد أو شو تستاهل كزوجة كامرأة إلى غير ذلك.
فأكيد طبعا إنه راح يكون نرجسي معاها، بس بالأخير راح يتراكم الشغلات وبعدين راح تصير مشاكل تانية، يمكن يخونها إلى غير ذلك. تخيل قعدت هيك ساعة بفكر بقول فعلا مستحيل المرأة المستقلة، المرأة الواثقة من نفسها، المرأة اللي عندها ثقة أنوثة عالية، المرأة اللي بتعرف قيمة حالها، مستحيل إنه تروح مع حدا راح هيك ينقص منها هيك نقطة صغيرة. مستحيل إنه يرفع عليها صوته أو يضربها أو شيء. إذا عمل هالشيء أكيد راح يكون فيه يعني شغلات راح تصير إنه هو راح يخاف منها بالأخير. فالمرأة اللي أصلا مو عارفة قيمة حالها وأي شي حكى عنها أو نقلل من احترامها ويعني عايشة بدل وهيك، أكيد راح تصنع شخص نرجسي بأكيد. بس أنا مش بعمم، بس أنا بشوف هاي الشيء أغلبية. أكيد بعرف إنه شخص حتى إنه مرته مثلا عادي أو شيء، بس هو عنده احترام ومبادئ إلى غير ذلك. أنا ما بحكي على 2 أو 3 أو 0.1% من العالم، أنا بحكي على الأغلبية وهيك. لهيك السبب يا سيدتي يا امرأة لازم تعرفين قيمة حالك، لازم تحاولي إنك تراجعي كل نقاط الضعف وكل نقاط القوة اللي بتمتلكيها في شخصيتك، وكمان تقعدي مع حالك. وأنا بكررها في كل البودكاستات تبعي إنه على القليلة 1 إلى 2 باليوم مع حالك، تراجعين نفسك، تراجعين شخصيتك، وتشوفي انتي هل انتي عاطية يعني مقدرة نفسك، مقدرة شخصيتك، مقدرة مفعلة طاقة الأنوثة مع حالك. بكررها. وكمان إنه شوي شوي ليش لا طاقة ذكورية، لأنه بشوف البنت برا البيت لازم تكون ما تعطيك كل طاقة أنوثتها للناس كلها. راح أخلي لكم البودكاست تبع طاقة الأنوثة وهيك شغلات إنه حكيت عنها بصندوق الوصف إذا بدكم تستفيدون. بكرر بودكاستات أو البودكاست اللي تبعي اللي بحطه في القناة هي من تجربتي الشخصية، وكمان بقرأ كثير كتب وبشوف وبحلل المجتمع إلى غير ذلك. فإذا حكيت شغلات في هالبودكاست أو الفيديوهات اللي حطيت من قبل عرفوا إنه مو جايباهم من جوجل أو جايباهم من شغلات اللي أنا مو عشتهم. أكيد بقرأتها بشي وبستفيد وبكتب وعملت ملخصات تبع كتب. بالأخير بحكي على تجربتي، وكمان يعني بمزج ما بين التجربة وما بين الشيء اللي أنا يعني شفته نظري اللي كل الخبراء أو الأطباء النفسيين بيحكوا عنه. فشكرا كتير، ما بدي أطول عليكم في البودكاست، بشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. كانت معكم ديجا، سلام.